ومكملين معاكم مشاهدينا، والحلقة الرابعة من الموسم ال11 من مسلسل الرعب الزومبي ذا ووكينج ديد. يلا بينا نبدأ حلقتنا. بنلاقي ديرول قدر يهرب في الغابة هو والكلب بتاعه، لكنه اتفاجئ بهجوم شخص من الحاصدين قدر يخطف كلب ديرول وهرب. بعدها راح ديرول يدور عليه، لكنه اتفاجئ انه الكلب راح لشخص من الحاصدين ورفض يرجع لديرول. غريبة. وبنكتشف ان الشخص ده هي ليا اللي بتوجه مسدسها ناحية ديرول وبيخطفوه بعدها. وبنلاقي ديرول داخل زنزانة وبتحاول ليا استجوابه، فبيوضح لها ديرول انه فضل يدور عليها لفترة طويلة، فبتقول له ليا انه بعد ما سابها يأست من حياتها فهربت وانضمت لجماعة الحاصدين بعدها. وبياخدوا ديرول وبيبدأوا يعذبوه بعدها، ولكن ما بتقدرش ليا تتحمل، فبتطلب منهم انهم يسيبوه ويرجعوه على زنزانته مرة تانية. وبيتفاجئ بعدها بفروست وهو واحد من جماعة ماجي موجود في الزنزانة اللي جنبه، قدروا انهم يقبضوا عليه ويعذبوه بعدها. فبيحاول فروست يتكلم مع ديرول، ولكن بيطلب منه ديرول انه يعمل نفسه ما يعرفوش، لانه جماعة الحاصدون بيحاولوا يعرفوا اي معلومة عن ماجي او مكان مدينتهم، وانكر ديرول ليهم معرفتها، فوافق فروست وفضلوا ساكتين بعدها. فبترجع ليا تتكلم مع بوب القائد وبتحاول تقنعه بانضمام ديرول لجماعة الحاصدين، فبيوافق ولكنه بيشترط انه لازم يتأكد الاول من ولائه. فبنلاقي ليا رايحة تخرج ديرول من الزنزانة، لكنهم بيتفاجئوا بحريق مفاجئ، فبيروح ديرول ينقذ ليا بسرعة وبيهربوا بعدها. وبنعرف انه كان اختبار منهم لديرول اللي بيهنوه على تصرفه وانه بقى واحد من جماعة الحاصدين. ولكن بنكتشف صدمة ليا لأنه ما كانتش عندها فكرة باللي حصل. وبيبدأ بوب يتكلم مع ديرول وبيوضح له إنه جنود مرتزقة قدروا يكونوا جماعة كبيرة سموها جماعة الحاصدين. وبكده مشاهدينا بتكون انتهت حلقتنا النهاردة. استنيني في حلقة جديدة. سلام. الملخص ده قام كتابته إيناس ناصر، ومنتجه ليكم أمنية أحمد، وسجلته أسماء مهران.